تلقيح زهرة الدرجون فروت أو فاكهة التنين تحتاج إلى تلقيح خاص، لأن الميسم يكون أطول من المكان الذي يكون به حبوب اللقاح، أو المبيض والميسم يكون أبعد من حبوب اللقاح، فلذلك تحتاج إلى تلقيح صناعي. شاهدوا معنا العملية بالتفصيل، مدعمنا في قناة رضا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالمناسبة هذه الفاكهة لونها أبيض وجميلة الطعم والمذاق، وبها عناصر غذائية كثيرة. نسأل الله أن تتم العملية بنجاح، وإن شاء الله عند النضوج نسجل فيديو آخر ونرجيكم أو نطلعكم على الطريقة كيف كبرت ونضجت الثمرة بإذن الله، وأي شيء بخصوص هذه الزهرة أو زهرة التنين الأخرى ذو 3 أضلاع إن شاء الله سننزلها لكم ونعرفكم بكل تفاصيلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا